رسالة من جمهور النادي الإسماعيلي للاعب باهر المحمدي بعد توقيعه للنادي الأهلي. المذيعة شيماء صبري من مصادر الخاصة: الأهلي يحصل على توقيع باهر المحمدي مقابل 60 مليون جنيه، وسيحصل اللاعب في الموسم الأول مع الأهلي على 75% من قيمة تعاقده. باهر المحمدي أهلاوي لمدة 4 سنوات. صدمة قوية لجمهور الدراويش، وإدارة الإسماعيلي بتحاول تطمن الجمهور في بيان هام وبتقول: صرح المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي المشرف العام على قطاع الكرة بأن ما تردد حول نية النادي في التفريط في باهر المحمدي قائد الفريق، إضافة للثنائي الشاب عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق وغيرهم من يمثلون القوام الأساسي للفريق، هو عاري تماما عن الصحة، مؤكدا بأنه ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام سواء التلفزيونية أو المقروءة أو الإلكترونية في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة ويستهدف ضرب استقرار النادي. بس رد جمهور الإسماعيلي كان أسرع من الإدارة، إن في ناس علقت يافطة لباهر المحمدي: إلى جنة الخلد يا باهر. هل جمهور الإسماعيلي استعجل في الرسالة دي؟ وهل فعلا باهر المحمدي مفيد للنادي الأهلي؟ شاركنا رأيك في التعليقات، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات المتعلقة بالدوري المصري وأخباره.